اليوم الاطارات النقابيه، القطاعات النقابيه المنضويه تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تخلد العيد الاممي العمال فاتح ماي، وذلك اليوم الجمعه من امام المقر ديال الاتحاد المغربي للشغل بزاكوره، لنجعل هذا اليوم يوم احتجاج، يوم الايصال الصوت ديال جميع العمال، العاملات، الاجراء، الاجيرات، الموظفين والموظفات، وعموم الجماهير الشعبيه المكويه بغلاء الاسعار، المكويه بالسياسات الطبقيه اللي نهجتها الحكومات المتعاقبه على البلاد. الاكيد جدا اللي هذه السياسات مست بشكل مباشر القدره الشرائيه ديال المواطنين والمواطنات. اليوم جميع العمال والعاملات، الموظفين والموظفات، الاجراء والاجيرات المنضويين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل حاضرين في هذا المهرجان الخطابي اللي غادي يكون مصحوب بمسيره عماليه احتجاجيه حتى نوصل الصوت لكل المعنيين، لكل القائمين على جميع القطاعات، سواء تعلق الامر بالاداريين او المنتخبين، حتى نقول لهم بصوت واحد واوحد: كفانا من هذه السياسات ديال الاقصاء، كفانا من هذه السياسات ديال التهميش ديال زاكوره، لاننا نؤمن ان ابناء وبنات زاكوره الاحرار والحرائر يستحقون الافضل، يستحقون العيش الكريم، يستحقون الكرامه. لذلك سنتواجد بالشوارع والميادين دفاع عن ابناء وبنات زاكوره وعموم ابناء وبنات الشعب المغربي. وتحيه نضاليه. جينا اليوم باش نعبروا على الراي ديالنا وعلى النضال ديالنا اللي حنا كنعيشوا واحد الوضعيه مزريه. كنطالبوا الجهات المختصه بالحد الادنى للاجور، كنطالبوا اداء واجب شهر 7 وشهر 8، كنطالبوا بالساعات الاضافيه، كنطالبوا بالحقوق ديالنا. حنا كسائقي نقل مدرسي راه كنعانيو بزاف ديال المشاكل. راه الانسان كيبدا من 7:30 ديال الصباح حتى 7:30 ديال العشيه، ناهيك على الاوقات اللي كنعيشوها. وراه خرجنا اليوم للشارع رفقه الاتحاد المغربي للشغل باش نعبروا على الراي ديالنا وباش نهضروا على حساب المعيشه وهذا الغلاء ديال الاوضاع اللي كيعيشها السائق. والسلام عليكم ورحمه الله. شنو هي المعاناه ديالكم؟ المعاناه ديالنا سيدي ما كنتخلصوش شهر 7 وشهر 8 كيقول لك الجمعيات ما خدامينش، ما كتخلص فيهم. زياده على ذلك الحد الادنى للاجور ما كاينش، يعني الماكسيموم ديال هذه الطبقه ديال النقل المدرسي كان اللي كيتخلص ما بين 2500 درهم حتى 3000 درهم. الحد الادنى للاجور في المغرب ما كاينش. إذا جئنا هنا كفئة من داخل الإقليم كباقي فئات المجتمع، العمال والعاملات، لنعبر عن سخطنا ونعبر كذلك عن عدم رضانا للتدبير المفوض الذي تعتمده الوزارة من داخل قطاع التربيه الوطنيه والتعليم الاولي. اذا المطالب ديالنا الاساسيه هي الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه، الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه طبقا لمقتضيات القانون الاطار 51/17 الماده 8 اللي كتنص على هذه المساله هذه. اذا جئنا لنخلد هذا اليوم ليس للاحتفال وانما للتعبير عن عدم رضانا وعن سخطنا للتدبير المفوض وللحيف التي تعاني هذه الفئة وللتهميش التي تعاني هذه الفئة داخل المنظومة التربية والتعليم بالبلاد ديالنا. إذن عامين تقريبا هذه من الاحتجاجات، من الوقفات، من الخروج للشارع، لكن بدون أي جدوى، بدون أي التفاتة لا من الحكومة ولا من الوزارة ولا من المسؤولين من داخل هذه البلاد هذه. إذن نجدد المطالب ديالنا ونؤكد أننا مستمرون في النضال حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة، وهي الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والزيادة في الأجور ونظام أساسي ومحفز للتعليم الأولي من داخل وزارة التربية الوطنية والرياضة. وتحية.